احد متابعينا من اليمن كتب لي كومنت، الكومنت ده هنقراه مع بعض، ولكن لان الكومنت ده ليه علاقه بالموضوع اللي هكلمكم فيه دلوقتي وبالفيديوهات اللي انا هوريها لكم دلوقتي، خلينا ندخل في الموضوع الاول واوريكم الفيديوهات اللي ابهرتني فعلا واذهلتني فعلا، وتعتبر بالنسبه لي من اجمل واروع وافضل وازهل الاشياء اللي شفتها مؤخرا. بعد ما تشوفوها هقول لكم هي ليه ابهرتني الانبهار ده. الموضوع ده بخصوص برنامج سامح حسين، برنامج قطايف، اتكرم مؤخرا بسبب البرنامج بتاعه من وزير الاعلام ووزير الاوقاف، مع العلم ان البرنامج بتاعه زي ما قلنا قبل كده لا اتعرض على تلفزيون ولا اتعرض على قنوات فضائيه، وانما اتعرض على صفحاته هو، ورغم كده اتكرم من وزير الاعلام دكتور المحترم الرائع الدكتور احمد المسلماني. نكتفي على هذا القدر بالجمال ده؟ لا، لازم نزيد الجمال جمال، ويطلع الفنان سامح حسين مع رئاسة الجمهورية يتكلم عن الموضوع بتاعه، عن البرنامج بتاعه، ويشيد بيه، وده في حد ذاته يكون تكريم للفنان سامح حسين وتكريم للبرنامج بتاعه وتكريم للشعب المصري كله. هتقول لي ليه؟ هقول لك معلش، بص كده معايا بس بصة بسيطة على اللقطة اللي انت هتشوفها دلوقتي دي، اللي هتعتبر لقطة نادرة جدا في العصر الحديث، ولما ترجع لي هقول لك انا ليه بقول الكلام ده كله وليه بفخمها للدرجة دي على البرنامج بتاع الاستاذ سامح حسين، برنامج قضايا. واصرت الهيئه الوطنيه للاعلام ووزاره الاوقاف على تكريمه نتيجه لكل ما قدمه من حب ومن عطاء في كلمات موجزه لكنها خرجت من القلب. الفنان سامح حسين، والفنان سامح حسين معروف لدى الجميع بما يقدمه، ودائما هو يعبر عن الشخصيه المصريه بكل ملامحها وسماتها وطيبتها وصوفيتها ايضا. احنا بندي الفرصه في تلفزيوننا وفي قنواتنا وفي مسلسلاتنا للعمل الايجابي اللي فيه جديه وفيه التزام، يعني احنا اللي بنضحك عليه كتير، والدراما في رمضان عامله حاجات كتير، فما يقدرش ان يبقى فيه حاجه، يعني حاجه كده تبقى جد شويه، عشان نقول للناس في مصر اوعوا ترعوا الغب فقط، وترعوا الهزل فقط، وترعوا الكلام اللي ما يبنيش امه فقط، دوروا على الصالح. اتفضل حلينا بقى. هو البرنامج يا فندم احنا يعني كان اولا واخيرا والله كان نجاح وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، ثم الشعب المصري اللي لسه سيادتك بتقول ان هم بيتفرجوا على الشيء الجيد. بعد بقى ما شفت المنظر الرائع اللي اتعرض قدامك ده، انت عارف انا بقول كل الكلام ده ليه؟ لان التكريم اللي حصل في البرنامج بتاع الاستاذ سامح حسين، برنامج قطايف، يعتبر التكريم الاول والافضل في الفتره الاخيره لشيء محترم، وده اشاده من رئيس الجمهوريه ان الدعم يكون الفتره اللي جايه للحاجات المحترمه وللمحتوى المحترم وللمحتويات الرائعه والجميله والهادفه. ولان المحتويات التافهه بيشيد بيها اصحاب الاموال واللي معاهم فلوس وبيعملوا تكريمات ومسابقات لاصحابها، فالاشاده بتاعت المحتوى الجيد والمحتوى الهادف والمحتوى المحترم بتكون من رئاسه الجمهوريه ومن مؤسسات الدوله، وده ما اجمله من تكريم لاصحاب المحتويات الهادفه. ودي تعتبر رساله من رئاسه الجمهوريه للشعب المصري كله عامه لدعم المحتوى الهادف، ورسالة خاصة لمقدمين المحتوى إنهم يحاولوا يقدموا حاجة جيدة ومحترمة وهادفة تفيد الناس. وبالتكريم ده معالي الرئيس بيقول لك إن الدولة هتدعمك لو أنت بتقدم محتوى هادف وجيد. فأنا بالنسبة لي إن الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية تتبنى المحتوى الجيد على السوشيال ميديا في اللحظة اللي بيتبنى فيها أصحاب الأموال المحتوى الهايف والمحتوى الهابط، فدي بالنسبة لي تعتبر حاجة عظيمة جدا، حاجة رائعة جدا، وإشادة نفتخر بيها. أما بالنسبة للرسالة اللي كتبها لنا أحد متابعينا الإعلامي المتميز الأستاذ علي الأهدل الإعلام اليمني، تعالوا بينا نقرأ الرسالة ونشوف هو كاتب إيه، ونشوف الرد على الرسالة دي هيكون عبارة عن إيه. على فكرة يا أستاذ كريم، أنا من اليمن أحييك وأشوف فيك موهبة مدموجة مع خير للعالم، وتصدق كإعلامي أنا من قبل ما يطلع برنامج سامح حسين الرائع والملهم قطايف أنا شايف إنه بيليق عليك زي نوع البرامج دي، فيا ليت تتحفنا ببرنامج مشابه حتى لو نسخة طبق الأصل عادي. انت بتبدع، وهو بكلمك في ناس هتطلع وتقول يقلد، انت مالكش فيهم، امشي في النجاح والخير بخطوات مدروسة ومترتبة وسيناريو معد مسبقا، وشوف حد له في الإخراج وفاهم وبسيط زيك، واطلع لنا بحاجة فيها خير والناس منتظراك وبتحبك. ولما حد يقول لك انت بتقلد عادي يقول بقلد، ليه لا؟ ونخلي الخير خيرين، كريم وسامح حسين، ولا كثر بها معاك. أنا واحد من الناس اللي طلبت كده بناء على ما شفت من موهبتك، ومش من مصر، من برا مصر، من اليمن. نحبك كثير يا دوشي وننتظر لك قطايف كريم. من هنا أحب أقول للأستاذ الإعلامي اليمني المحترم الأستاذ علي الأهدل ألف شكر لحضرتك جدا جدا جدا، ولكن
احب اقول لك ان الرد على الرساله بتاعتك بخصوص اني اعمل برنامج زي برنامج قضايف، فانا احب اقول لحضرتك ان انا كنت عامل حاجه شبيهه بالقصه دي، وهسيب لك اللينك بتاع الفيديو بتاعها في التعليقات تدخل وتتفرج عليها، وكان قبل شهر رمضان وقبل برنامج قضايف. طب انا ليه ما استمريتش فيها وليه ما كملتش فيها؟ هسيبه لكم في اللينك اللي هتلاقوه تحت الفيديو. انا شارح فيه السبب اللي مخليني او السبب اللي خلاني ما كملتش في السلسله دي. يعني ده بعض الاسباب، يعتبر ده سبب من الاسباب، وانما في اسباب تانية برضو تمنع او منعتني ان انا اكمل في السلسله دي. ولكن ان شاء الله باذن الله يعني نتوسم في الله خير انه يوفقنا ويوفقكم. يعني كرم ربنا كبير واسع زي ما وفق الاستاذ سامح حسين، ان شاء الله باذن الله يكتب لنا التوفيق ويكتب لنا السداد ويكتب لنا النجاح، ومتعشمين في ربنا خير بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم حضراتكم. وشكرا للاستاذ علي، وشكرا للتكريم المحترم اللي حصل للاستاذ سامح.